حاجات مش بيعملها غير المصريين. لما حجارة الريموت بتخلص بيعضعضها بسنانه، والغريب انها بتشتغل تاني. مستحيل يسيب شبشب مقلوب. لما يبقى حران مش بيقوم يشغل المروحة، لا، بيقلب المخدة الناحية التانية. لما يروح درس لازم يعد العيال علشان يشوف الأستاذ بياخد كام، والمشكلة يرجع يقولك أنا واخد درس خصوصي. درس خصوصي إيه؟ ده الفصل فيه 500 طالب. لازم تلاقي نص ليمونة بباب التلاجة. ليه؟ معرفش. ممكن يعمل أي حاجة غلط إلا إنه يشغل أغاني ساعة سماع الأذان. عارفين ليه؟ لأننا شعب متدين بطبعه. تلاقي الواحد يروح العزا مسخسخ من الضحك، ولما يروح فرح تلاقيه بيعيط. أول ما يكون في خناقة في الشارع كله يجري على البلكونة وهو فرحان، وكل واحد فينا بيشجع طرف في الخناقة ولا كأنه ماتش كورة. لما ازازة الشامبو تخلص لازم نزودها مية، علشان آخر شوية في الإزازة بيبقوا زي البهاريس كده. لما يكون الواحد بيسمع لنفسه وينسى كلمة يروح باصص للكتاب كده بطرف عينه، قال كأنه إيه ما بصش، ويرجع يكمل تسميع، قال إيه كده افتكر من نفسه. تلاقي الواحد حاطط أول 10 قنوات في التلفزيون قرآن، ولما يجي يفتح على القناة 11. فعلا الحاجة وعكسها. قول لنا بقى بتعمل أنهي فيهم؟